نتنياهو نازل بعروض جديدة لأهل غزة، وهي إنه هيدي 5 مليون دولار عن كل رهينة لكل واحد هيبلغ عن مكان رهينة أو أسير موجود في غزة هناك. يعني أي واحد هيبلغ عن أسير هياخد 5 مليون دولار عن كل أسير واحد منهم. يعني لو بلغ عن مكان فيه 3 أسرى مثلا هياخد 15 مليون دولار. ومش بس كده، هيأمن له خروج آمن من غزة للمكان اللي هو عايز يروحه بالفلوس اللي معاه هو وأهله. طبعا لعبة الفلوس احنا مجربينها قبل كده مع صدام حسين ومع قيادات بتوع الجماعات اللي كانت موجودة هناك في العراق بتحارب الأمريكان. وأعتقد إن لغة الفلوس هتجيب نتيجة برضو في غزة. العرض الإسرائيلي معناه إن هم يئسوا إن هم يلاقوا الأسرى الإسرائيليين، فالعرض بتاع نتنياهو أكبر دليل على الكلام ده. لكن هل الشعب الغزاوي هيتفاعل مع الكلام ده ولا لأ؟